النخبة سهلة، النخبة سهلة. طلع فريقنا الاتحاد سهل في النخبة يا معلم. لازم تفهم الشيء ده يا عزيزي الاتحادي، ولا النخبة سهلة ترى، لكن فريقنا سهل في النخبة. أي واحد يلعب ضده يعرف يسجل فيه بالطول والعرض. والله العظيم ايش المستوى الزفت هذا يا معلم؟ ايش فيه يا اتحاد؟ يا رجل ما حد يبغى يلعب كورة. طلعهم برا يا اخي، نزل اللي في الدكة يا اخي، خليه يثبت نفسه يا اخي. ادي حيل تلقوا منه 4 اللي مدربهم كل مباراة يبكي. لا اليوم كل شيء مو صح، والله ما في شيء صح. حتى حفيد الدراج يقول لي محمد دومبيا فيصل الغامدي، ايش هذا يا ابوي؟ لا اليوم لعبوا بالاعدادات يا معلم، حطوا للدحيل اسطوري والاتحاد هاوي يا معلم، ولقمنا 4. اعدادات السوني خربانه، لازم تنعاد المباراه دي. مش منطق يا معلم. كانتي، فابينيو، بنزيما، ديابي، بريغوين، تنهزم 4؟ لا هذه كارثه والله. وهتركع عليك هذا لوبانا مدري بلبينا مدري ايش اسمه ده، يا هتركع عليك. اول مره اسمع اسمه بلبينا مدري. معوضين خير والله، الله يعوض في الجايات ان شاء الله. حبايبي جماهير الاتحاد، هارد لك، لكن شوف بقول لك شيء وانا اخوك. لا تتوقع ان بنزيما اليوم حطه في الزاويه وسجل هدف انه لاعب اسطوري وتاريخي واموره تمام ويلا جددوا له وعشان هدفين تقوم طالب بتجديده. لا يا حبيبي، انا بعلمك شيء انت ما تدري عنه عن الدحيل. وقت مستقطع عطنا فولو يا حب وخلينا نكمل. ترى الدحيل الموسم هذا واتوقع الموسم اللي راح ممكن جماهير الدحيل برضو يفيدونا في الموضوع هذا. ترى يعطيك الشوط الاول مستوى تاريخي، يعطيك في البدايات شيء تاريخي، ثم من اخر الدقائق او اخر نص ساعه تقريبا من المباراه يبدا يطيح مستوى اللاعبين. فلا تتوقع ان الهدفين يسجلها بنزيما قوه من بنزيما. لا يا حبيبي، الدحيل اخر الدقائق ما هو بطيب. فشغل العاطفه ذا ما ينفع، حكم عقلك. مو عشان الهدفين دي يسكتك تقوم تطالب بتجديده، غير صحيح. بنزيما ما هو بطيب، فريقك كله ما هو بطيب، وبنزيما جدد 2 لا يا حبيبي بدري عليه. رغم هذا عز الاتحادي ترى الدحيل مو في موسمه، اخر مبارياته ما هو بطيب يا رجل، مع ذلك سجل عليك 4. عاجل رسميا هزيمة الاتحاد بهزيمة مفاجئة برباعية من فريق الدحيل. اليوم الكل يعلم وانت تعلم وانا اعلم واصغر مشجع يعلم يا كونسيساو انت من تتحمل هذه الهزيمة. كان اليوم مين اللي صنع الهجمة في الهدف الاول والثاني؟ محمد دويمبا صنع الهدفين اللي اعطاها ديابي البنزيمة وصنع، والفريق كان افضل بعد الهدف الرابع، ولو كان في وقت ممكن نعادل. ذبحناك كثير وقفنا معك كثير، ولكن اليوم نقول والله يا الهزيمة انها برقبتك، والله يا خسارة التأهل لو صارت لا قدر الله انها برقبتك. انا لن اطبل مثل غيري، انا مدحناك على مباراة الشارقة على مباراة النصر، انت من تتحمل، لان الاتحاد عندنا خط احمر 4 من الدحيل يا رجل واحتمال ما تتأهل. هذا منطق؟ هذا الجوهر السمراء محمدود ويمبا تخليه دكة على حبيبك عوار؟ وبنزيما السيء هذا الكارثي اللي المفروض انه ما يشارك اليوم. حسبي الله عليك يا كونسيسا وانتو بنزيما، ولكن الوعد قدام لا يكفولوا. ومعليش على الخساره، مبارياتك افلامك في البايو، متجر 2 فاير ب 59 ريال. لا يا لتي، ليه هذا احنا ندعمكم، تمثلون الوطن خارجيا. 4 صلوا على النبي يا جماعه. تخيل عزيزي المشاهد، الاتحاد في النخبه اكثر من خسر، زين، واقل من سجل اهداف واكثر من استقبل اهداف. شعور يا حلوين، ها لا اوصيكم شعور حق الشعر والجسم اللي مدحت لكم في مقطع سابق، تلقونه موجود في البايو. بعدين هذا سيميتش، هذا مدافع يا عالم. بريرا اقسم بالله شايل دفاع. ترى الاتحاد عباره عن 3 لا 2 لا 1 بس بريرا، حتى الاظهره والاجنحه ما يسندونه، مسكين قاعد يلعب الحاله. وصراحه يا جماعه ودي اطقطق على الاتحادين، بس انه مثل الوطن الخارجي، ايش اسوي بعد؟ هارد لك الله يفشل عدوكم يا شيخ. طيب حبايب قلبي الاتحادية، هارد لك ومعوضين خير. 4-2 والله مع الرحمة النتيجة قابلة كانت للزيادة. أنا ما قد شفت سوء دفاع نفس اليوم صراحة. فريق مسلمنا الملعب بالطول والعرض وجالس يلعب معنا على المرتدات،
ومع ذلك كلعيبة خبرة موجودين داخل الملعب، كمدرب موجود خارج الملعب شايف بعينه انه فريق معتمد على المرتدات، الهجوم المبالغ فيه. ليش؟ مدافعينك ثقال. سيميتش 0/10، 0/10. انا اليوم اقسم بالله العلي العظيم احمل المباراة. كونسنساو اليوم يتحمل المباراة بالطول وبالعرض، تبى ولا ما تبى. يوم كنت زين شكل الفريق كان زين وانت خسران اشدنا فيك، لكن اليوم ايش هذا؟ انت ليش مصر على اللعيبة اللي تلعب فيهم الدوري قبل يومين؟ انت ليش عندك دكة؟ ليش عندك دكة اذا ما تبى تستخدمها؟ ليش؟ انت عندك العبود، عندك احمد الغامدي، عندك حامد الغامدي، كادش، تقدر. واللعيبه اللي لعبوا في الدوري مرهقين قبل يومين او 3 ايام تقدر تنزلهم الشوط الثاني. ليش مصر انك تبدا بفول تيم؟ وفول تيم اليوم ولا كاننا موجودين في الملعب. انا ما ادري انت ايش بينك وبين دومبيا، ايش بينك وبين دومبيا؟ لاعب نزل في اخر 15 دقيقه غير شكل الفريق، مسجل صانع جولين، لاعب يختصر لك الهجمة. الإمكانيات اللي يملكها دومبيا في الكرات الطولية لا يملكها لا كانتي ولا عوار ولا فابينو. أنا ما أدري ليش الإصرار إنك تلعب بفابينو وكانتي اليوم. أنت ما أدري، ما فهمت والله، ما فهمت. أنا ما فهمت اليوم كونسنساو إيش كان يبغى. أنا توقعت إنه هيعدل في الشوط الثاني، ولكن لا، أصر بعد ما لقم الثالث فكر يعدل. العموم هارد لك لنا اتحادية، هارد لك. بطولة هذه أنا أقول لك لازلنا في المنافسة، باقي لنا 3 مباريات، مباراتين على أرضنا ومباراة خارج أرضنا إن شاء الله. أنا أهم شيء كأس الملك مع الشباب، كأس الملك مع الشباب لا يزحلق. هارد لك يا اتحادية، هارد لك. ومني أهلاوي والاتحاد خصمي، يعني شيء المفروض هذا ما يعني لي، ما أتدخل فيه، ولكن شيء يغبن، شيء يقهر اللي جالس يصير في الاتحاد وجماهيره. الاتحاد يخسر 4 ويظهر بهذا المستوى. والله يا أخي اللي مش قد تيشيرت العميد يا أخي افسخ التيشيرت والخلا، اطلع برا النادي. ايه اطلع برا النادي اذا انت مو قد التيشيرت، اذا انت رافع خشمك ولا كم من تكون ايش من لاعب انت لعبت في اوروبا. هذا الاتحاد هذا اللي في اسيا يوم ما كان فيه دعم ذيك الايام ونفس الفتره الحاليه جاب اسيا بالمواطنين بالسعوديين، جابها. المحترفين كانوا دكه. يوم البطوله كانت صعبه تروح وتسافر وتشرق وتغرب وتلعب ضد القاره كلها. الاتحاد سوى في اسيا، لعب فيها لعب، والحين يظهر بذا المستوى. ايش قاصرك يا لاعب الاتحاد؟ ايش قاصرك؟ دعم وعندك ولعيبه على مستوى عالي واسامي، ايش فيكم كذا متعالين ورافعين خشومكم؟ هذا العميد، هذا النادي والله إن نادي الشعب، واللي ما يحب الاتحاد هذا ما يفهم كورة، ما يفهم كورة. كيف ما نحب الاتحاد؟ مين ما يحب الاتحاد؟ يا أخي ذكريات نور ومنتشري وتكر ونايف هزازي والصقري ومبروك زايد وأحمد حديد. شوف هذه الأسامي اللي قلتها هي اللي كانت تجي باسها. الحين أنت 4 مش تقليله في الدحيل، الدحيل فريق كبير، ولكن هذا العميد اخسر 2-1 يا أخي، تعادل برا أرضك 4-1 ويلعبون فيك كعوب وطقطقه وتيكي تاكا ويسووا عليك مثلثات. انت بطل الدوري تظهر كذا؟ بطل الدوري العام نفس اللعيبه، ما ادري ايش السالفه. مدرب جاوب مدرب، اللعيبه البلا في اللعيبه البلا. والله لو انا رئيس النادي اول واحد اطلع من النادي بنزيما، اول واحد اطلع انتم جروبك كلهم رافعين اخشامكم وكل واحد مسوي لي فيها انه لا يا حبيبي، الكوره تعطي من يعطيها، تعطي الكورة تعطيك، تحترمها. شوف الدحيل احترمك، أكلك في الملعب اليوم 4-1. والله مغبون، والله ما كنت انتظر الاتحاد يرجع آسيا، ليته ما رجع بذا المستوى. يلا الله سجل، بنزيما لا يطلع من النادي، خلوه في النادي خلوه في النادي، بنزيما لا يطلع من النادي. غبني يا أخي، أنا مالي دخل ايش فيك سكتني انت بعد؟
سكتني بنزيما. خلوه بنزيما، طلعوا عوار يطلع. يلا يلا يا عميد يلا، والله شيء يغبن. بوم 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 يا اخوان، جاي اقول لكم كلام واحد وامشي. اسيا ما لها الا زعيم واحد، النخبه ما لها الا عالمي واحد يا حبيبي. زعيم اسيا وبطلها نادي الهلال، مشرف الوطن الحقيقي هو الهلال يا حبيبي. الهلال فاز على الدحيل 2-1، الاهلي تعادل مع الدحيل 2-2، والاتحاد انصك من الدحيل 4-2 يا اخوان. اللهم لا شماته. الهلال يعزك، الهلال يعزك بكل اختصار يا حبيبي، وسلامتكم. اللايك والفولو يا حبايب، والتلقات لكم. هدفنا 50,000. العب يا هلال العب. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.